تبون يزلزل فرنسا ويصفع المطبعين بعد اعتقال يوسف عطال. وماكرون لن نستجيب لتهديدات المستعمرة الفرنسية، ولكن في البداية عطروا فمكم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. ولو أنت متضامن مع النجم الجزائري يوسف عطال، اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. بعد تعمد الحكومة الفرنسية في اعتقال النجم الجزائري يوسف عطال، ولقى النجم الجزائري يوسف عطال دعم كبير من الحكومة الجزائرية والشعب الجزائري، وناشد كل المسؤولين في الجزائر الرئيس عبد المجيد تبون للتدخل لحماية يوسف عطال. لكن الحكومة الجزائرية تحركت على الفور، وأدلى سفير الجزائر بفرنسا سعيد موسى بتصريحات هامة إلى صحيفة مارسيليا نيوز، وقال: الجزائر ستتخذ كل الإجراءات القانونية لخروج يوسف عطال من محبسه ومحاسبة ماكرون على تصريحاته ضد الجزائر الذي تعالى فيها على الجزائر. وقال: الجزائر مستعمرة فرنسية، وما زالت الشركات الفرنسية تعمل في الجزائر وتنقب عن الغاز والنفط. وأكد سعيد موسى أن الرئيس تبون سيستبدل الشركات الفرنسية بشركات روسية بعد أن خرجت فرنسا من غرب إفريقيا. وأكد أن سياسة فرنسا تجاه الجزائريين هي نفسها سياسة الدول العربية المطبعة مع إسرائيل، ورأينا ذلك باعتقال شيخ جزائري في مكة دعا على إسرائيل وتم اعتقاله من الأمن السعودي، واعتقال مشجعين جزائريين في الإمارات رفعوا علم فلسطين في مباراة مصر والجزائر. وسنستمر بإذن الله في الحملة الداعمة للنجم الجزائري يوسف عطال ضد الكيان الفرنسي الصهيوني. واضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.